اهلا اهلا يا حلوين، كل رمضان وانتم طيبين وبصحة وسعادة دايما يا رب. قولولي بقى كده اخباركم ايه مع العبادات في رمضان؟ احكولي، تعالوا نتكلم مع بعض كده في الكومنتات ونستفاد من بعض ازاي بننظم يومنا في رمضان. انا عن نفسي لما بصحى الصبح اول حاجه ببدا بيها هي قراءه القران، عشان الصبح كده على طول قبل ما انشغل في اي حاجه. انتوا عارفين في رمضان الوقت قصير قوي وتحسوا ان اليوم بيجري بسرعه، ولو انت بداتي في حاجه الحاجه دي بتجيب حاجه تانية and so on. فيعني الافضل ان انت اول حاجه اول ما تصحي من النوم تقري جزء من الورد بتاعك، مش لازم كله. وعلى حسب انت حابه بقى تختمي كام مره. يعني لو هنقول انك هتختمي ابسط حاجه مره واحده، يبقى انت هتقري جزء يوميا. الجزء اللي هو 20 صفحه هتقسميها على مدار الصلوات، ودي احسن طريقه تخليكي ما تنسيش وتخليكي دايما عارفه يعني اللي وراكي كام وفاضلك قد ايه. هم الخمس صلوات، ممكن تقسمي الجزء دوت على خمس صلوات، فهتبقى بعد كل صلاة هتقري اقسمي ال20 صفحة دول على 5 صلوات، يعني حوالي قولي 4 صفحات. فانتي برضو مقدرتك واستطاعتك وعلى حسب تنظيمك لوقتك. انا بقرأ الصبح شوية وبرجع تاني اقرأ جزء تاني بالليل مع التراويح. هقول لكم ازاي بخلص القرآن بتاعي مع التراويح. يعني بصراحة بالنسبة لي أنا الوضع مختلف شوية. أنا باجي ساعة التراويح بصلي. طبعا يعني ده التراويح نفسها سنة، فمتاح ليكي ان انتي تمسكي المصحف وقت الصلاة. فأنا بمسك المصحف وبكمل بقية الورد بتاعي وانا بخلص الصلوات بتاعتي. ودي بصراحة حاجة بتساعدني جدا على الإنجاز. بحس إن أنا صليت التراويح وخلصتها الحمد لله، وفي نفس الوقت خلصت الورد القرآن بتاعي اللي كان باقي لي من الصبح. فجربوا كده الطريقة دي، هتحسوا بجد إنها منجزة وهتحببك جدا في قراءة القرآن وهتحببك في العبادات. وفي النهاية برضو يعني لو عندكم طريقة تانية يا ريت تكتبولي ونستفاد من بعض. طبعا بخلص كده على طول ترتيب سريع كده للبيت، وادخل بقى على المطبخ. من اول الحاجات اللي بنعملها بصراحة علشان يعني ايه نحاول ننساها يبقى بند كده ونسيتيه، ان انتي تخلصي المشاريب بتاعتك وتحطيها في التلاجة وتنسيها بقى خالص. ما تجيش بقى قبل الفطار تبقي تقولي يا ده انا لسه ما عملتش كذا. لا، اعمليه كده على طول، من الحاجات اللي ايه اللي ما بتاخدش معاكي وقت وتخلص على طول. انا عملت بقى اللي هو القمر الدين مع مع القراصية مع التمر، اللي خلطتهم كده مع بعض وبحط لهم كده ميه دافيه علشان يعني اسرع عمليه الايه ان هم يندمجوا كده ويبقى ليها الصوص بتاعها او الميه بتاعتها تبقى ليها قوام شويه. دي من الحاجات الحلوة قوي اللي انت تبدأي بيها اليوم. كمان عملت مشروب الصوبيا ومكونات، وانا عملتها في البيت من الالف لليه، وريتها لكم في فيديو فات واحنا بنعمل تحضيرات لرمضان. فحطيت البودر اللي انا عاملاه على ميه او على لبن زي ما تحبي، وتضربيه وخلاص حطيه في التلاجة ونسيه كده. تعتبري خلصتي المشروب. الفراخ بقى دي انا كنت متبلاها من قبلها بيوم وحطاها في التلاجة زي ما هي كده. يعني اشتريت صدور فراخ كاملة مش متقطعة خالص شرايح بانيه ولا حاجة، لاني ناوية اعملها بطريقة اسيوي شوية. فبتاخديها بقى تشرحيها كده اللي هي التشريحة دي بتاعة الشوى، علشان يعني هي بتبقى صدور كاملة، فعشان تضمني انها استوت تمام بتعملي فيها ايه؟ بتعملي فيها تشريحات كده بالطول وبالعرض. التتبيلة طبعا كانت عبارة عن مجموعة من التوابل حطيتها مع شوية من الصويا صوص وتوابل الفراخ. عندك علبة زبادي عايزة تحطيها مفيش مانع. الكركم بقى والكاري، الحاجات دي كلها بتفرق جدا في طعم الفراخ. فالتتبيلة العادية خالص عملتها بس من غير بصل مبشور ولا حاجة. بتاخديها بقى على الجريل بتشوحيها، وبعدين بضيف عليها الجنزبيل الفريش. ده من الحاجات الأساسية لو انت بتعملي الفراخ الآسيوي ده. فانت هتحتاجي الجنزبيل الفريش وهتحتاجي الصويا صوص. دول مكونين أساسيين. بس بصراحة الفراخ طلع طعمها بجد في حتة تانية وعجبت الولاد جدا. جربوها بصراحة حلوة قوي. الصوص دوت اللي انا عملته ده بديل للكريمه، يعني انتوا عارفين كريمه الطهي. فانت لو عايزه بديل ليها فهو عباره عن انا جبت شويه مايونيز مع لو عندك جبنه كريمي تخلطيهم مع بعض كويس. لو علبة زبادي كمان دي بتزود الكمية قوي، وتبتدي بقى ترشيهم على الفراخ كده وتسيبيها بقى تستوي مع نفسها.
بصوا بقى جمال اللون، والله بجد كانت روعة. يعني مش هتندموا ابدا لما تجربوها، طعمها كان حكاية مختلفة كده وفيها صوص وكريمي، وطعمها حلو قوي غير الفراخ العادية اللي احنا بنعملها. ومن الحاجات الحلوة قوي بجد برضو لو انتي عندك عزومة، من الحاجات الحلوة والمختلفة اللي تحطيها على سفرتك. كنت حابة أعمل أزود عصير أفوكادو، فطلعت كده 2 من الفريزر. بس هي بصوا لما بتتحط في الفريزر بتبقى تقريبا شبه مستوية بزيادة يعني. فطبعا وانا بقطعها، انتي بتقطعيها من النص كده عشان تعرفي تفتحيها وتطلعي منها كل حاجة يعني، بس هي كانت دايبة قوي. طبعا مع تلج مجروش علشان يديكي كده ايه قوام السموزي. وتحطي بقى الافوكادو عندك. وكمان اللي بيدي قوام له هي موزاية واحدة. وهتحطي معلقة كريمة، كريم شانتيه، وطبعا لبن بودر او لو عندك لبن طبعا من العادي. بس هضرب كل المكونات دي مع بعضها. مش عايزة اقول لكم طعمه كان حلو قد ايه. يعني هي 2 افوكادو مع شوية الحاجات اللي قلت لكم عليها دي. بصراحة كان طعمه حلو قوي. وبرده من الحاجات الحلوة قوي لو انتي عاملة عزومة، دي من الحاجات المختلفة اللي تقدميها. وطبعا بقى ما ينفعش ننسى السلطة طبعا على السفرة بتاعتنا. وحبيت كده اعمل معاهم طبق سلطة كده مختلف، دافي، يتقدم دافي او يتقدم بارد زي ما تحبي. بصوا انا عملت الصوص بتاعه الاول، هو عبارة عن ماسترد مع شوية مايونيز مع معلقة جبنة كريمي. او لو ما عندكيش معلقة جبنة كريمي ممكن تحطي معلقة زبادي من اللي هو الجاهز ده، لانه بيكون قوامه ناعم شوية. فخلطت كل المكونات دي مع بعضها، ضفت التوابل بتاعتي اللي هي بابريكا، حطيت بابريكا، حطيت شوية فلفل اسود، وملح طبعا، وقلبت كل المكونات دي مع بعض، رشة زيت كده بسيطة خالص، وسبته على جنب لغاية ما اجهز السلطة بتاعتي. السلطة بقى نفسها كانت عبارة عن ايه؟ هي قطع بطاطس مع شوية بسلة وجزر. انتي بتاخديهم غلوة كده على النار، مفيش، ما بتقعدش على النار يعني حوالي 7 دقايق ماكسيمم 10 دقايق، علشان ما تتهريش منك ويكون فيها قرمشة كده بسيطة. بعد ما بتتسلق بتاخديها بقى تخلطيها مع الصوص الحلو اللي عملناه ده، وبجد هتقدمي احلى سلطه ممكن تتاكل. يعني من جمالها هتحسوا انها بتتاكل لوحدها، وهي كافيه جدا تتقدم كوجبه. فمن السلطات المختلفه والجميله واللي مش تقليديه اللي ممكن تحطيها على سفرتك. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. طبعا بعد كده دخلت، عشان يعني احنا بنحب السمبوسه تكون بميكس الجبن، وعملت جزء بميكس الجبن وجزء تاني باللحمة المفرومة. دي من الحاجات اللي انا ما كنتش جهزتها قبل رمضان. يعني من الحاجات اللي انا ملحقتش اعملها، وحبيت اعملها عادي في اول يوم علشان الولاد طلبوها مني. وبجد من الحاجات اللي ما خدتش وقت معايا الحمد لله. وطبعا خلي بقى ايه الاولاد معاكي يشاركوا في لف السمبوسة نفسها. بتبقى يعني حاجة من الحاجات الجميلة ان انتوا تشاركوا مع بعض الحاجات البسيطة اللي في البيت دي. جهزت كل حاجاتها. بشرت الجبنة، يعني لو عندك أنواع جبن، جبنة جودة، جبنة فلامنك، جبنة رومي، أي نوع انت تحبيه. وممكن تضيفي عليه شوية جبنة موتزاريلا وشوية فلفل ألوان. بصراحة الميكس ده حلو قوي، جربوه يعني بيفرق كتير. وأنا حبيت إن أنا بعد ما مكس كل المكونات دي قسمتهم على 3 أطباق، وعملت يعني كأني هعمل 3 أصناف من السمبوسة. خدت الطبق عملته بالزعتر، وطبق تاني عملته بحبة البركة، والتالت عملته بالنعناع. ال3 أصناف دول بجد يعني كل واحدة فيهم ليها طعم مختلف ومميز عن التانية. بعد ما تخلطي كل المكونات كويس جدا، تاخديهم تقسميهم على 3 أطباق، هتبقى عندك 3 أصناف حلوين قوي من السمبوسة. بالنسبة بقى للنعناع، قبل ما تحطيه كده زي ما هو نعناع مجفف طبعا، بتاخديه كده بين ايديكي وتفركيه كده علشان خاطر يبقى حبيبات رفيعة قوي قوي. كمان ساعتها بيطلع النكهة اللي جواه، بتبقى ريحته حلوة جدا. ده من الاطباق المميزة قوي. ما تخافوش ان انتوا تحطوا النعناع على الجبنة، بصراحة من الحاجات الحلوة قوي وطعمها مختلف.
طبعًا لَف السمبوسة بقى من الحاجات السهلة جدًا، هتلاقوا الولاد بيحبّوا يشاركوا معاكم فيها. أنا المرّة دي جِبت السُنبولة، السنة اللي فاتت لمّا جِبت الزهار ما كانش حلو خالص وما عجبنيش. بصراحة السُنبولة يعني مش قادرة أقول إنها حلوة، وفي نفس الوقت مش قادرة أقول إنها وحشة. يعني كان في تحفُّظات بصراحة. الكيس اللي أنا جِبته أولًا هي ملمسها ناعمة أوي وطرية، واضح إن العجينة مخدومة. بس للأسف يعني العجينة كل ما أطلّع أفُكّها من بعضها أحس إنها بتتقطّع، زي ما تكون إنها مش معمولة كويس زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. كان في بعض وحدات تحسّوا إنها عادية وبتطلع كويس، وحدات تانية تحسّوا إنها بتتقطّع مش مجرّد بس يعني لازقين في بعض. فالموضوع ده كان أكتر في الزهار بصراحة السنة اللي فاتت وأنا ما بقيتش باجيبها. بس أنا عارفة إن السنبلة ماركة كويسة، فبصراحة مش عارفة يعني كان فيها جزء كبير برضه مش صغير للأسف. بس اللي طلع معايا وكان كويس هي في السِوَى حلوة جدًا، لدرجة العجينة نفسها خفيفة في الأكل، مش ناشفة، مش بتحتاج يعني أنا مثلًا باعملها في الair fryer مش بتحتاج منّي إن أنا أرُش زيت خالص، لإن already العجينة طرية أوي بزيادة، وتحسّوا كمان إن العجينة نفسها زي ما يكون حاطين فيها baking powder أو مادة رافعة علشان باحس إنها يعني بتنفُخ أو بتنفش كده في الair fryer. فبصراحة يعني التسوية بتاعتها كانت حلوة جدًا. فطبعًا تخيّلي بقى لو أنتِ قليتيها في الزيت هتبقى يعني أفظع من كده يعني هتبقى حلوة أوي. بس بصراحة هي مش محتاجة قلية في الزيت يعني، هي already العجينة فيها كمية زيت كبيرة يعني. فهي overall يعني هي مش وحشة، يعني حتى لدرجة إن أنا ما احتجتش أعمل اللي هو المَيّة بدقيق دي علشان ألزق العجينة أو أثبّتها، يعني كنت بادخّلها كده في المنديل بتاع السمبوسة، أو لو ما نفعتش باسيبها بس كده مجرد بتلزق في بعضها، لإنها من كتر ما هي ناعمة فهي sticky أوي، تحسّوا إنها بتلزق في بعضها مش محتاجة خالص إن أنتِ تعملي الدقيق بالمَيّة عشان تلزقي طرف العجين. فدي من الحاجات الكويسة اللي خلّتني يعني إيه، أتغاضى عن العيوب بتاعتها. عملت الكمية بقى كلّها، يعني بُصّي بين كل طبقة والتانية تحطّي كده إيه، stretch roll أو ورق زبدة زي ما تحبّي، وبعدين تدخّليهم الفريزر زي ما هُم كده، علشان تعرفي ترصيهم بعد كده في حاجة أصغر ما تاخدش منِّك مساحة، وفي نفس الوقت إن هُم ما يلزقوش في بعض. فعملت الكمية كلّها مرّة واحدة بقى، اتشجعت كده مرّة واحدة عشان مش كل مرّة نقف نعمل الإيه، السمبوسة. فعملت جزء بالميكس الجبن اللي وريته لكم، وجزء تاني باللحمة المفرومة. بُصّوا كده ما خدتش مساحة إزاي، بتتحط كلّها في مكان واحد، ما بتاخدش معاكِ حيّز خالص في الفريزر. باسويها بُصّوا بقى تسوية الair fryer بتطلع والله جميلة وحلوة أوي ومتحمّرة وخفيفة كمان، يعني بحيث لو أنتِ حابة بقى تاكلي منها كذا واحدة، هتلاقيها خفيفة معاكِ في الأكل ومش هتحسّي بذنب أوي يعني، لو أنتِ من مُحبّين الحاجات المقليات دي. فطلعت جميلة. طبعًا بتقدّميها بقى كطبق جانبي كده جنب الأكل. ما تنسوش بقى تجرّبوا الmenu اللي عملناها مع بعض النهارده دي، بصراحة من الحاجات الحلوة أوي. جرّبي لو أنتِ عاملة عزومة، أو لو عايزة تجرّبي في الولاد الأول كده وتقولي لهم أنا عازماكم في البيت على أكلة مختلفة، هتعجبهم أوي وهينبسطوا منها. قولوا لي بقى عزمتوا والّا اتعزمتوا والّا كده والّا كده تبع أي فريق بقى بالضبط؟ في كمان حاجة كنت عايزة أكلمكم فيها، بما إننا في رمضان فنحاول نستغل الشهر كده في تغيير عادة عندنا، أو إن إحنا نبتدي عادة جديدة ونساعد بعض عليها ونشجع بعض عليها. لمّا كلمتكم في الفيديو في بداية السنة عن إن إحنا نعمل أهداف، وإن إحنا نحط لنفسنا target عشان خاطر نحققها ونوصل لها، حتى لو حاجات بسيطة. فأنا قررت بصراحة بما إننا في شهر العبادات إن أنا أختار النوافل، إن أنا أحافظ على النوافل بقدر المستطاع في شهر رمضان. دي من الحاجات الجميلة أوي، سُنّة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد إيه كل ما أنتِ بتحافظي على صلاة النوافل بعد كل صلاة أو قبل كل صلاة على حسب بقى هي صلاة الضهر، العصر بتختلف من صلاة للتانية. كل ما تحافظي على ال12 ركعة بتوعِك دي أنتِ بتبني ليكِ بيت في الجنة. فبجد حبيت أفكّر نفسي وأفكّركم بإن إحنا نحاول نستغل الشهر بتغيير عادة عندنا، أو نبتدي عادة
سعادة جديدة. دي كانت جات لي هدية، ففتحناها كده بعد الفطار. حبيت أورّيها لكم، كانت من سِبَّس، فطبعًا الولاد استعجلوا بقى وفتحوا على طول. فبصراحة هي كانت حلوة أوي، بس بصراحة الأحلى فيها كان الكنافة بتاعتها كانت أحلى بكتير من الجلاش. وكانت فريش، يعني ما حسيتش إنها بايتة ولا حاجة. ف حبيت أشاركها معاكم كده في نهاية الفيديو. ربنا يجعل أيامكم كلها فرح وسعادة يا رب، ودايمًا كده في طاعة. وربنا يبلغنا الأيام الجميلة في رمضان، أيام العتق من النار. آمين يا رب العالمين. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. كل عام وأنتم بألف خير.